السلام عليكم مشاهدين، كي درتو لاباس عليكم؟ بالصحيحه لاباس. ندير لكم هنا واحد الوصفه بالفول السوداني، الزبده ولا الزبده بالفول السوداني. ندير هنا واحد كاس ونص ديال الكاوكاو، ندير هنا واحد نص كاس د الجلجلان، ونقدموها بالماروخ. ندير هنا ماروخه، وان شاء الله غنشارك معكم هذا الشيء ونرجع معكم. هنا المشاهدين الجلجلان ديالنا غادي نحمروه في المقله الحرشه، ولا فاش ما حمرتوه. وعندنا كاوكاو غادي نقليوه في الزيت، بعد ما سلقناه ونقيناه غادي نقليوه في الزيت باش يطلق لنا داك الليدام ديالو ملي تنكونو تنطحنوه. هذه الوصفه المشاهدين تجي زوينه، الوليدات تبقاو ديرها لهم في الخبز، تجي بحال الشكل ديال نوطيلا. غير جربوها المشاهدين، راها بسيطه وزوينه تجي. نتوما المشاهدين الكاوكاو ديالنا تيتحمر، تنقليوه بحال شكل اللوز. هو الكاوكاو ديالنا تحمر، غنطفيو عليه العافيه ان شاء الله. غنطحنوا هذا الشيء ونرجعوا معكم تشوفوا كيفاش تيوجد. هانتوما المشاهدين درنا هنايا الجلجلان، تنضيفوا عليه اللوز، هذا كاوكاو، نطحنوه ان شاء الله ونرجعوا معكم باش نديروا ماروخه حتى هي. هانتوما المشاهدين كيفاش جا. بعد ما طحناه نديرو في شي قريعه تكون مغسوله مزيان ومسوحه ما فيهاش الماء.
هانتوما المشاهدين، الدجاج راه تتجي كميه كثيره. متنساونيش من لايك وابوني. شكرا لكم بزاف، وجربوا هذه الوصفه راها زوينه للوليدات وصحيه. تتعرفوش تديروا بعدا في الدار احسن ما تشريو لهم داكشي من الزنقه. وديروا لي ابوني وديروا لنا التعاليق ديالكم الزوينين، وشكرا لكم بزاف المشاهدين. ها انتم المشاهدين الشكلاط اللي درناه في الثلاجه، نتوما كيفاش جا. ديروا لوليداتكم في الخبز راه تيجي بنين، وجربوا هاد الطريقه